الزميل محمد المشاري حضر تشييع الجثمان الفنان الراحل أبو بكر سالم، والتقى عددا من الفنانين والشعراء. هذا حقه علينا أن نترحم عليه ونطلب من المشاهدين أنهم يترحموا على القامة اللي يعني له أعمال وطنية وله أعمال عظيمة تظل خالدة. يعني الله يغفر له ويتجاوز عنا. يعني اليوم فقدنا أبو، يعني كل الفنانين وكل الإعلاميين اللي يمكن احتكوا في المرحوم كانوا يحسون تجاهه أنه أب. يعني هذه ميزته عن كل الفنانين. يعني أنا ما جمعني في عمل، ولكن جمعتني في علاقة إنسانية حميمة. الرجل هذا يعني قامة من قامات الوطن ورمز من رموز الوطن. ربي يرحمه إن شاء الله ويسكنه في سعة جناته يا رب العالمين. قدم كل شيء حلو. يعني عم أبو بكر سالم من الطيب اللي فيه، أنا أتعدى في إنسان يكون زعلان منه كذا. أنا ما أدري، بس إني الله يرحمه. الله يصبرهم إن شاء الله ويصبر جمهوره ويصبرنا جميعا ويغفر له ويرحمه إن شاء الله يا رب. أنا أوجه التعزية للشعب السعودي والشعب العربي كامل في وفاة فنان كبير وعظيم بقدر الفنان أبو بكر سالم، ويعني بعبر عن تعازية وتعازي الشعب المصري والفنانين المصريين كاملين. أنا وجودي في الرياض وفي حدث زي ده كان لازم أتوجه بالعزاء للفنانين العربيين كاملين وللفن السعودي، والله يرحم الفقيد ويلهم أهله الصبر والسلوان. رمز كبير من رموز الغناء في الوطن العربي، وليس في منطقتنا فقط ولكن في الوطن العربي. رجل أعطى الكثير والكثير للأغنية، وأعطى الكثير بما يحمله من إمكانيات كبيرة في ما قدمه. حقيقة يعجز الإنسان أن يتحدث هذا اليوم عن هذا العملاق الكبير أبو بكر سالم. يعني شاعر وفنان ومبدع لن تتعوض الأمة العربية والإسلامية في المجال الأدبي بفنان يضاهي أبو بكر سالم بالفقيه رحمة الله عليه. أهلا من جديد. إذن شاركت جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين عصر اليوم في تشييع جثمان الفنان الراحل أبو بكر سالم إلى مثواه الأخير. وقد أدى الصلاة على الفقيد جموع من المواطنين والفنانين في جامع الجوهرة بحي الياسمين شمال الرياض. الزميل محمد المشاري حضر تشييع الجثمان الفنان الراحل أبو بكر سالم، والتقى عددا من الفنانين والشعراء. هذا حقه علينا أن نترحم عليه ونطلب من المشاهدين أنهم يترحموا على القامة اللي يعني له أعمال وطنية وله أعمال عظيمة تظل خالدة. يعني الله يغفر له ويتجاوز عنا. يعني اليوم فقدنا أبو، يعني كل الفنانين وكل الإعلاميين اللي يمكن احتكوا في المرحوم كانوا يحسون تجاهه أنه أب. يعني هذه ميزته عن كل الفنانين. يعني أنا ما جمعني في عمل، ولكن جمعتني في علاقة إنسانية حميمة. الرجل هذا يعني قامة من قامات الوطن ورمز من رموز الوطن. ربي يرحمه إن شاء الله ويسكنه في سعة جناته يا رب العالمين. قدم كل شيء حلو. يعني عم أبو بكر سالم من الطيب اللي فيه، أنا أتعدى في إنسان يكون زعلان منه كذا. أنا ما أدري، بس إني الله يرحمه. الله يصبرهم إن شاء الله ويصبر جمهوره ويصبرنا جميعا ويغفر له ويرحمه إن شاء الله يا رب. أنا أوجه التعزية للشعب السعودي والشعب العربي كامل في وفاة فنان كبير وعظيم بقدر الفنان أبو بكر سالم، ويعني بعبر عن تعازية وتعازي الشعب المصري والفنانين المصريين كاملين. أنا وجودي في الرياض وفي حدث زي ده كان لازم أتوجه بالعزاء للفنانين العربيين كاملين وللفن السعودي، والله يرحم الفقيد ويلهم أهله الصبر والسلوان. رمز كبير من رموز الغناء في الوطن العربي، وليس في منطقتنا فقط ولكن في الوطن العربي.
رجل أعطى الكثير والكثير للأغنية، وأعطى الكثير بما يحمله من إمكانيات كبيرة في ما قدمه. حقيقة يعجز الإنسان أن يتحدث هذا اليوم عن هذا العملاق الكبير أبو بكر سالم. يعني شاعر وفنان ومبدع لن تتعوض الأمة العربية والإسلامية في المجال الأدبي بفنان يضاهي أبو بكر سالم بالفقيه رحمة الله عليه.